بسم الله. بنبتدي من ألذ وأزكى وأطيب وأسهل الوصفات المجدرة. حطيت كاسة عدس غسلتها، حطيت له 3 كاسات مي على النار مباشرة. بهاي الأثناء جبت البرغل، غسلته نظفته. كل كاسة عدس أنا بحط لها كاسين برغل. جبت طنجرة حطيت فيها زيت الزيتون حوالي نص كاسة كبيرة، وبعدين أضفت له البرغل. الطريقة هاي تختلف عن طريقة كثير ناس، أنا الوحيدة بتوقع اللي بسوي هاي الطريقة، ما بعرف ليش. عموما أضفت البرغل على المغسل على زيت الزيتون السخن، وصرت أقلب فيه زي ما منقلب الفريكة بحيث ياخذ تحميسة. وبتلاحظن حبيباتي إنه البرغل عم يمتص زيت الزيتون، هيك أنا بكون ضمنت نوعا ما نكهة زيت الزيتون بتكون مغلفة حبة البرغل. اتغلفت حبة البرغل بزيت الزيتون، بجيب طنجرة الثاني اللي فيها العدس المسلوق وأضيف البرغل اللي أنا ذبلته وغلفته بزيت الزيتون، بحط عليه ملح، بحط عليه فلفل أبيض، وبغمره بالماء بحيث أحط المرقة فيه بتكون واقفة. هيك أنا بعرف توازن وبتكون نسبة المي مناسبة للبرغل. بخليه يغلى وبعدين بخفض عليه النار لدرجة 2 لبينه يستوي. بهاي الأثناء بكون قطعت البصل شرايح، حطيتها بالمقلاة، حطيت عليها كمان شي نص كاسة زيت زيتون وذبلتها. بعدين بغلف المجدرة بزيت الزيتون وبحط عليه البصل المحمر. صحتين وعافية، جربنها وادعي لي. فوتنا على اليوتيوب كمان صبايا اشتركن، وأهلا وسهلا بكن.